السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين بودي في الريف، عاملين ايه يا جماعة؟ النهاردة شغالين ان احنا بنحاول ان احنا بنسوي تحت الشجرة. ازاي بنسوي تحت شجرة الطماطم؟ وانا ده شجر طماطم لازم نسوي تحته عشان خاطر المية ما تنزلش على الجناب تحت، ما تنزلش في المشاية، المية تضل زي ما هي تحت الشجرة. فاحنا بنحاول بنطلع خرطوم كده ونسوي كده، جنب الشجرة التاني برضو نسوي كده برضو، بنسويه. بصوا انتوا شايفين هتيجي يطلع معانا ايه؟ يطلع معانا ان المصطبه تحت طماطم متساويه. وبرضه بنحاول نجيب الحب ده. الحب ده بيعمل ايه؟ الحب ده يا جماعه بيكون مع شجر الطماطم اول ما تطلع. ما انتوا شايفين مسوس ازاي؟ لازم ينقطع عشان فيما بعد ما يأذيش الشجره لما تكبر. هي الشجره بسم الله ما شاء الله كبيره يعني، بس فيما لما تيجي تطلع الحب يعني. بصوا ده برضه حب برضه زي ما انتوا شايفين الحبايه ضربه ازاي. بصوا الحبايه دي لازم تنشال يا جماعه. بصوا لازم تنشال زي ما انتوا شايفين. لو فتحناها نلاقيها مدوده من جوه، زي ما انتوا شايفين مدوده ازاي. دي لازم تنقطع من الشجره ولازم تنشال عشان لو ما اتشالتش هتأذي الشجره فيما بعد. اصل الحبايه دي برضو كبيره بس ايه، بس برضه هتنقطع. زي ما انتوا شايفين حبايه قدين، حبايه طماطم عاديه لازم تنقطع عشان السوسه فيها. السوسه دي لو مش فيها ما تنقطعش. السوسه دي يا جماعه بتيجي مع الحمراء والكلام ده وبتأذي الشجره. والدلاله ان الورق ده متبهدل كده. بصوا الورق الورق فيه عفن والورق متخرم زي ما انتم شايفين. ده برضه عينات من الطماطم برضه، ده عينات. دول 5 حبات يمكن جناهم في شجرتين ولا حاجه. ولو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.